بيبدأ فيلمنا مع ترافيس، وده ولد جريء شوية ومتهور، وبيكون معاه صاحبه هاريسون وده هادي وعاقل عنه، لكن للأسف بيكون متأثر بصاحبه ترافيس في كل حاجة. وبنشوفهم وهم هربانين من بيوتهم وبيكونوا ماشيين في منطقة مهجورة، وأثناء ما هم ماشيين بيلاقوا سلك شائك بيعدوا منه بحرص لحد ما بيلاقوا شقة تعبان، وبيفضلوا يدخلوا العصاية جواه علشان يطلعوا التعبان، ولما ما بيعرفوش يخرجوه بيحطوا عصيانهم في الشقة علشان يحبسوه. وبعدها بيكملوا طريقهم لحد ما بيشوفوا عربية شرطة واقفة بعيد، فترافيس بيخاف يكونوا بيدوروا عليهم علشان يسجنوهم بسبب اللي بيعملوه، فبيستخبوا منها في الزرع. وبعدها بيضربوا طوبة على العربية علشان يعملوا تمويه للضابط اللي جواها ويعرفوا يهربوا. وبعد ما بيحدفوا الطوبة ترافيس بيخاف إنهم يلاقوا الطوبة وعليها بصماتهم ويسجنوهم، فهاريسون بيقول له أكيد العربية دي فاضية، لأن بابا كان بيحكي لي إنهم بيسيبوا عربية شرطة واقفة على الطريق علشان تمنع الناس إنهم يعملوا حاجة غلط. ترافيس بيقترح إنهم يروحوا يلمسوا العربية علشان يعرفوا فيها حد ولا لأ، وفعلا بينزل يلمس العربية ويرجع تاني، وطبعا هاريسون بيقلده وبينزل يلمس العربية هو كمان ويرجع، وفضلوا يكرروا الحركة دي كذا مرة لحد ما اتأكدوا إنها فاضية وما فيهاش حد. وبعد ما اتأكدوا بدأوا يقربوا منها ويبصوا جواها وبيعرفوا إنها فاضية، وعلشان كده اتجرأوا وحاولوا إنهم يفتحوها، وبيجربوا كل الأبواب بس للأسف مش راضية تفتح ما عدا باب السواق هو الوحيد اللي هاريسون فتحه بكل سهولة. ترافيس لما لقى الباب اتفتح اتبسط جدا ونط جوه العربية وبيقول لهاريسون يلا اركب، بس هو خاف وبيشاور له على إزازة مشروب على كبود العربية من قدام، وده معناه إن في ضابط قريب منهم وممكن يجي ويقبض عليهم. بس ترافيس بيفضل يعمل أصوات زي الكلاكسات ببقه وكأنه سايق، وطبعا هاريسون لازم يقلده وبيركب هو كمان العربية، وبيفضلوا يلعبوا ويقلبوا فيها لحد ما ترافيس بيلاقي المفتاح، ولما بيحطوا في العربية بتدور بيخافوا وبينزلوا ويجروا بعيد. وبعد كده ترافيس بيحاول يشغل العربية ويسوقها علشان يمشوا بيها، مع إن هاريسون ما كانش موافق إنهم يسوقوها، لكنه بيقول له إنه ما فيهاش حاجة. وبعدين انت ناسي يا ابني اني كنت في الشرطة المدرسية كام سنة، يعني تقدر تقول عليا شرطي قديم. والحقيقة ان كلام صاحبه ده اقنعه جدا وخلاه يركب معاه ويسوقها ويمشوا بيها، وهم مبسوطين جدا بالتجربة دي. وفي اللحظة دي بيظهر الشريف كريتزر، وده بقى ضابط فاسد لا وقتل قتلة كمان. بيقف بعربيته في مكان بعيد عن السكان وبيبدأ يخلع بدلته، ولما بيتأكد إن مفيش حد في المكان بيفتح شنطة عربيته ويطلع منها جثة راجل وبيجره لحد ما بيوصل لبلاعة كبيرة وبيرميه فيها، ولما بيلاقي فردة جزمة الميت ناقصة بيرجع يجيبها ويرميها معاه في البلاعة، وده طبعا لأنه ظابط عارف ازاي يخفي أثر الجريمة. وبعدين بيطلع شكارة جبس من شنطته ويدلوها على الراجل جوه البلاعة، ولما بيرجع بيكتشف إن عربيته اختفت، وبنعرف إنه كان بيستخدم عربية الشرطة علشان ينقل جثة شخص مقتول ودفنه في الصحراء. وبيجري بسرعة يتصل بالشرطة ويسألهم إذا كان حد استخدم راديو عربية الشرطة بتاعته ولا لأ، ولما الضابط بتسأله ليه في مشكلة معاك ولا إيه بيكدب عليها وبيعرفها إن الراديو بتاعه فيه تشويش وممكن يكون شوية شباب كده أو أي حد اخترق السيستم عن طريق القمر الصناعي وبعت رسالة على الراديو بتاعي، وبيعرفها إنه ما عندوش أي مشكلة ويتصرف في موضوع اختراق الراديو ده. وبيقفل معاها وبيروح بسرعة يقفل البلاعة اللي دفن فيها الراجل وبيمحي أي أثر للجريمة، وبيعرف فورا إن في مصيبة حصلت له وبيجري بسرعة يدور على عربيته، اللي هنا بنعرف إن اللي أخدها الولدين الصغيرين ترافيس وهاريسون. ومن اللحظة دي بتحول الفيلم لمطاردة نفسية مرعبة ما بينهم وبين الضابط، وبنشوف الولدين وهما بيلعبوا في كل حاجة في العربية وبيفتحوا اللابتوب بتاعه يدوروا فيه على ألعاب، وبعدها بيلعبوا بجهاز اللاسلكي وفجأة بيلاقوا واحدة بتتكلم وترافيس بيقترح عليه إنه يرد عليها بس يخافوا وما ردوش، والضابط فلسه بيجري في وسط الصحراء وبيدور على عربيته اللي بيكون خايف يبلغ عنها يكتشفوا الجريمة اللي هو عملها، وبيعدي من وسط السلك الشائك اللي كان عدى من عنده الولدين وهما ماشيين. وهاريسون بيطلب من ترافيس إنه يسوق شوية بداله وبيعلمه إزاي يسوق قبل ما يسلمه الدركسيون، وبيبدلوا مع بعض الأماكن علشان هاريسون بقى هيسوق. وبعدها بنشوف الولدين بيكتشفوا إن في أسلحة كتير في العربية، وفي أثناء ما هما ماشيين بالعربية على سرعة هادية بيتفاجئوا ببوابة حديد مقفولة بقفل، وبعدها الطريق سريع والمفروض إنهم هيمشوا فيه. ترافيس بينزل من العربية وبيقول له أنا هتصرف في موضوع البوابة ده، وبعدها طبعا هنسوق على الطريق السريع عادي، وبيفضل يضرب في البوابة برجله علشان يفتحها لكنه ما بيقدرش يكسر القفل، فبيقترح عليه إنه يخبطها بالعربية ودي اللي هتقدر تفتحها. وفعلا هاريسون بيفضل يحاول واحدة واحدة بالراحة لكن برضه مش بتفتح لحد ما بيدوس بنزين جامد والعربية بتفتح البوابة وتجري بيه.
ولما بتهدى بينزل ينادي على صاحبه، وطبعا بيسيبها دايرة فبتمشي العربية لوحدها، وبيركبوا بسرعة وبيرجعوا يسوقوا وهم مبسوطين جدا من التجربة دي اللي هي بالنسبة له لعبة حلوة مش أكتر. وترافيس بيشوف إنهم ماشيين بسرعة قليلة على 30 ولازم يجربوا إنهم يزودوا السرعة علشان يحسوا بمتعة أكتر، وبيقوله تعالى نجرب على 100 مثلا، لكن صاحبه بيرفض لأنه هادي ومش حابب السرعة العالية، وعلشان كده بيبدلوا الأماكن تاني. وترافيس هو اللي هيقعد مكان السواق وبيسوق بسرعة جنونية بتخلي صاحبه خايف جدا، وبيربطوا أحزمة الأمان وبيفضلوا يصوتوا وهم مستمتعين على الآخر، والعربية بتتشال وتتهبد على الأرض. وفي الناحية التانية بنشوف الضابط كريتزر لسه بيجري وبيدور على العربية بتاعته لحد ما بيتعب وبيخش بنزينة فاضية، وهناك بقى بيلاقي عربية قديمة مركونة وبيحاول ينزل الإزاز، وفعلا بينزله شوية، وفجأة بيخرج واحد من البيت فبيستخبى لحظات، وبعدها بيطلع رباط جزمته علشان يعمله خطاف، وبنشوفه بيقطع سلك العربية وبيوصله ببعضه، والعربية بتدور وبيمشي بيها بسرعة من المكان قبل ما حد يلاحظ وجوده. وهو ماشي بيلاقي قدامه إشارة مرور، بيقف وبيكون قلقان حد يشوفه، وبتفتح الإشارة وبيجري بسرعة وبيفضل ماشي بالعربية وهو بيدور هنا وهناك لربما يلاقي عربيته. وفجأة ظهر وراه ضابط راكب موتوسيكل وشكله كده مراقبه لأنه مخالف، وكريتزر بيتصل بمكتب الشرطة وبيقول لهم إن لو في دورية في المنطقة لازم تتلغي، ويقصد المنطقة اللي هو ماشي فيها لكنه مش بيلحق يلغيها. والضابط بيوقفه وبيبقى مش عاوزه يعرف شخصيته الحقيقية، علشان كده بيدور في العربية على أي حاجة يتنكر فيها، وفعلا بيلاقي طاقية بيلبسها وبيبص الناحية التانية علشان الضابط ما يعرفوش، وبيطلب منه الرخص ورخصة العربية، لكنه بيفضل يتلكع ويعمل نفسه بيدور على الورق علشان يكسب وقت. والضابط بياخد باله إنه بيستعبط ومش عاوز يديله الورق، وعلشان كده بيطلب منه ينزل من العربية. وكريتزر بيمسك المسدس بتاعه ويستعد لأنه خلاص ما بقاش قدامه حل تاني غير إنه يهرب، لحد ما الضابط بتجيله إشارة إن في حادثة سطو في المنطقة ولازم يروح فورا علشان يغطيها، وده طبعا أنقذ كريتزر من مصيبة مؤكدة. واستنى لما الضابط مشي بعيد ونزل يجري من العربية، وفي الوقت ده بتظهر على الطريق ست ماشية بعربيتها وبتشوف في العربية وهي مش مظبوطة على الطريق، ولما بتركز فيها بتشوف الولدين الصغيرين هما اللي سايقين. وبعد كده بنشوفها وهي بتدخل مطعم والويتر بيسألها عاملة ايه النهاردة، فبتقوله انها النهاردة شافت اكتر حاجة مجنونة على الطريق، بس هو ما سمعهاش واستأذنها ومشي، وهي بقى فضلت مركزة في حوض سمك كتير جدا. وفي نفس الوقت بيدخل المطعم اتنين ضباط وبياخدوا سندوتشاتهم وهم ماشيين، بتنادي عليهم وبتروح وراهم، وبنشوف كريتزر وهو لسه بيدور على العربية يتحرك بيها، وبيروح على بيته وأول حاجة بيعملها إنه بيركب العربية بتاعته وبيتصل بمركز الشرطة، والضابط بتبلغه إن في تشويش في الراديو بتاعه، وهو بيقول لها إنه طبيعي وإنه كان بلغها بده قبل كده، وتعرفوا إن في عربية ضابط مسروقة بس لسه مش عارفين بتاعت مين، بس هو بينفي الكلام ده وبيقول لها إن كل العربيات مع الضباط ومفيش حاجة مسروقة وإن التشويش بس في الراديو مش أكتر. فبتعرفوا إن في ست في المطعم بلغت إن ولدين صغيرين أقل من 10 سنين سايقين عربية شرطة، وده بيخليه يضحك لأن اللي عملوا فيه كده 2 أطفال، وبدأ يعمل أصوات في التليفون علشان يفهمها إن ده تشويش الراديو وإنها لازم تغير الإرسال، وكل الضباط يبلغوه فورا إنهم غيروه. وبدأ الضباط كل واحد فيهم يغير محطة الإرسال ويبلغ في الراديو، إلا عربيته ما بلغتش، وده طبعا معناه إنهم ما استخدموش الراديو. وبينزل من العربية وبيدخل على بيته فبيتعصب من الكلاب والدوشة اللي عملوها، وبيمسك الفازة وبيكسرها، وبيرجع تاني لعربيته بعد ما اتأكد إن كل الضباط غيروا من على قناة 7 ما عدا هو علشان محدش يسمعه، وهو بيكلم اللي سرقوا عربيته. واتصلوا براديو عربيته وبعت لهم رسالة وبيقول لهم أنا عارف إنكم أولاد صغيرين ويمكن تكونوا بتهزروا، لكن سرقة عربية ضابط شرطة ده غباء منكم، وبما إنكم عملتوه فأحب أقول لكم إن دي جناية وعقوبتها السجن مدى الحياة، والحل الوحيد علشان تخرجوا من المحنة دي إنكم تسلموني العربية زي ما هي وما فيهاش أي مشاكل. وطبعا هو بيتعب نفسه على الفاضي وبيكلم نفسه لأنهم أخدوا كل الحاجات اللي كانت في العربية ونزلوا يلعبوا بيها، يعني مثلا شريط التحذير رابطين نفسهم بيه وبيشدوا في بعض، وموقفين بندقية وبينطوا من عليها. وبعدها ترافيس بيلبس هيرسون الدرع الواقي للرصاص وبيوقفه ثابت في نقطة معينة وبيكون عاوز يسدد عليه بالسلاح اللي معاه، ولحسن حظهم مش بيكون عارف يستخدم السلاح ده، فبيقول له أكيد السلاح ده بايظ أو خلص منه الرصاص، فين المسدس الصغير علشان أنشن عليك بيه. هاريسون بيكون خايف فبيخبي المسدس وبيقول له معرفوش فين، وهاريسون بيدخل العربية علشان يجيب رصاص للسلاح، بيسمع صوت الضابط وهو بيتكلم في اللاسلكي وبيخاف وبيجري ينادي صاحبه وبيقعدوا في العربية يسمعوه، وهو بيقول لهم إنه لازم يسلموا العربية بسرعة قبل ما يتقبض عليهم ويتسجنوا، وهو مش حابب يأذيهم، هو عاوز عربيته بس، ولو مش عارفين تشغلوا اللاسلكي سهلة دوسوا على الزرار الأسود واتكلموا. وترافيس بيقول له يلا نجمع حاجتنا بسرعة ونحطها في العربية ونمشي من هنا قبل ما يلاقونا،
إنما هاريسون فكان رأيه مختلف إنهم مش هيمشوا بالعربية وممكن يتسجنوا. ترافيس بيزعق فيه وبيقول له إحنا مش هنسلم حاجة، خليك شجاع، أنا هسوق بسرعة كبيرة ومحدش هيقدر يمسكني. وفي عز ما هما بيتخانقوا بيسمعوا صوت جاي من شنطة العربية، بيفتحوا الشنطة وهنا كانت المفاجأة، الشنطة موجود فيها راجل متعور وبينزف، ولما فتحوا عليه وهما ماسكين الأسلحة فضل يصرخ ويقول لا ما تقتلنيش، أنا ما عملتش حاجة، أنا هنفذ كل اللي تطلبه مني، بس ما تقتلنيش وكفاية عليك إنك قتلت أخويا. لحد ما أخد باله إنهم مش الضابط كريتزر وبيسألوه أنت راجل طيب ولا شرير، وبيقول لهم إنه راجل طيب وكان مستني حد ينقذه، وإن الضابط هو الوحيد الشرير وبيسألهم هو فين، وبيطلب منهم إنهم يفكوه وبيسيبوه ويمشوا بعيد، وهو بينادي عليهم يرجعوا له وفعلا بيوافقوا بس بشروطهم. أولا ما يبلغش عنهم بعد ما يفكوه، ثانيا ما يقولش اللي بيحصل ده لأي حد سواء جدتهم أو مدرستهم أو جوز أم ترافيس. وهو طبعا بيوافق على كل شروطهم وبيحاول يفك الرباط اللي في إيده لكن للأسف ما بيقدروش، فهاريسون بيقترح عليه يضرب عليها نار. الراجل بيقول لهم لا ما ينفعش، احنا عاوزين أي حاجة حادة، وترافيس بيقول له خلاص بقى طالما هتتعبنا خليك هنا. الراجل بيقول له لا كده هموت، وبعدين لازم أحذركم من كريتزر لأنه مجرم شرير، وبيدوروا على سكينة لحد ما بيلاقوها، وفي شرط أخير وهو إنه ما يضحكش عليهم وياخد منهم عربية الشرطة لأنها خلاص بقت بتاعتهم. والراجل بيقول لهم لا طبعا مش هاخدها، ده أنا هديكم فلوس وحلويات كتير. وبعدها بنشوف الضابط كريتزر وهو في حمام بيته وبيكون باين عليه التعب والإحباط وبيفضي مخدرات كتير في الحمام. ده مش بس قتل قتلة، ده طلع تاجر مخدرات كمان، وبيدخل على أوضته وبيطلع أسلحته وبطاقته وحاجات تانية كتير وبيحطها في شنطته وبياخدها ويمشي. وقبل ما يخرج من الباب بيسمع صوت الولاد بيكلموه في الراديو، وهاريسون بيقول له احنا اسفين علشان اخدنا عربيتك بالغلط، دلوقتي احنا محتاجين مساعدتك. كريتزر بيفرح جدا انه اخيرا لقى عربيته وبيقول لهم ما تخافوش انا هوديكم لحد بيتكم، بس اهم حاجه ما تلمسوش اي حاجه من اللي في العربيه، ويا ريت ما تكونوش فتحتوا شنطة العربية لأن فيها حاجات خطيرة. وهاريسون بيقول له لا ما فتحناش حاجة ولا لعبنا في حاجة. كريتزر بيقول لهم كده كويس، أهم حاجة دلوقتي إنكم تقعدوا في الكرسي اللي ورا، وأي حد يجي ناحيتكم تقولوا له إن النجدة جاية علينا دلوقتي، وما تخافوش من حاجة، انتوا دلوقتي في مهمة رسمية وبتحرسوا عربية المأمور. وبيرجع يسألهم انتوا فين طيب علشان أجيلكم، تعرفوا اسم المكان اللي انتوا فيه؟ جاوبوه بلا، وبيسألهم يوصفوا له المكان اللي هم فيه. هاريسون بيقول له في طواحين هوا في المكان ده. كريتزر بيقول له أنا كده عرفت انتوا فين، وبيسأله اسمك ايه واسم الولد اللي معاك، بيجاوبوا أنا هاريسون وصديقي ترافيس. وهنا بقى بنشوف الراجل اللي خرجوه من شنطة العربية هو المجرم الحقيقي وبيهددهم بالسلاح، وهو اللي خلاهم يكلموا المأمور. وبعد المكالمة بيقعدهم في الكرسي اللي ورا وهم بيصرخوا وبيضربوا برجليهم في الكرسي، وترافيس بيقول له السلاح اللي معاك ده مش شغال ما تخوفناش بيه. والراجل بيقوم ضارب طلقة كده في الهوا علشان يعرفهم إن السلاح شغال، وبيبعد عنهم شوية علشان يدور على مكان يستخبى فيه، ومش بيلاقي مكان فبيرجع تاني وبيسوق العربية. والأطفال بيسألوه هو أنت رايح بينا فين؟ هترجعنا بيتنا ولا إيه؟ بس هو ما بيردش عليهم ويقف فجأة، وبينزلوا معاه أسلحته وبيستخبى بعيد، وبعد كده بيرجع ويحط إزازة فاضية جنب العربية وبيرجع يستخبى. والأطفال بيكون مستغربين اللي بيعمله وبيشوفوه وهو بينشن عليهم بالسلاح وبيفتكروا إنه هيقتلهم وبيخافوا، بس طلع بينشن على الإزازة اللي حطها جنب العربية. تقريبا كده بيشوف هيعرف ينشن على العربية ولا لأ، بحذرهم إنهم يتحركوا من مكانهم، ولو جه المأمور وفتحوا بقهم هيقتل عائلتهم كلها قدام عينيهم وحيواناتهم الأليفة كمان. وبيسألهم عارفين هتقولوا إيه للمأمور لما يجي، فبيسكتوا وبيقول لهم أيوة كده هتفضلوا ساكتين وما تردوش عليه، وبيسيبهم ويمشي ويروح يستخبى ويخرج المسدس اللي كان مخبيه، وبيقول لصاحبه أول ما يجي يضرب عليه نار وموته. وفعلا أول ما بيرجع تاني ترافيس بيرفع المسدس عليه علشان يموته، بس ما بيقدرش يدوس على الزناد، وبيدي المسدس لصاحبه وبيقول له خد موته انت، والاتنين ما بيقدروش يعملوا له حاجة. وأخيرا كريتزر بيوصل عندهم، وأول ما بيشوفوه جاي عليهم بيقرروا إنهم ما يقولوش حاجة علشان الشخص المجرم ده ما يقتلش أهلهم وحيواناتهم الأليفة. ولما بيفتح باب العربية بيفضلوا ساكتين وبصله، وبيقول لهم ما تقلقوش هوديكم لحد بيتكم في أمان، وهم برضه بصله وساكتين. فبيسألهم انتوا فتحتوا شنطة العربية وخرجتوا حد منها صح؟ وبيكرر السؤال كذا مرة وهم ساكتين، وده خلاه يتعصب عليهم، وبعدها بيهدى وبيقول لهم ما تخافوش أنا مش هأذيكم، بس قولوا لي هو مستخبي فين. وفجأة بيسمع صوت عربية جاية فبيستخبى ورا عربية الشرطة، وبيلاقيها الست اللي شافت الأولاد المرة اللي فاتت سايقين، ولما بتنزل بتتعصب عليهم وتزعق لهم لأنهم سايقين العربية لوحدهم وده ممكن يسبب كوارث كتير، بس بتتوتر لما بتشوف كريتزر وبتسكت فبيطمنها ويعرفها إنه ضابط شرطة وإن في مجرم مستخبي ولازم تساعده، وتروح تدور له على مفاتيح العربية هناك في وسط الزرع، وفعلا بتوافق وبتفضل تدور
تدور لحد ما بتشوف المجرم وهو مستخبي، وبتقول له أهو المجرم مستخبي هناك، وطبعا الراجل بيضربها بالرصاص، وبعدها بيفضل هو وكريتزر يضربوا نار على بعض، والنتيجة هما الاتنين بيتصابوا وسط خوف ورعب من الأطفال. وبيجي عليهم الليل وهما لسه في العربية، وبيفضلوا يخبطوا على إزاز العربية علشان حد ينجدهم، بس الظاهر كده إن كلهم ماتوا. وهاريسون بيخرج المسدس اللي معاه وينشن على الإزاز علشان يفتحه، بس للأسف مش بيعرف يدوس على الزناد، وبيطلب من صاحبه ينشن بداله، وصاحبه برضه مش بيقدر فبيضرب المسدس في الإزاز، لكن للأسف مش عارف يكسره، فبيقرر إنه يجرب يضربه بالرصاص، وأول رصاصة رجعت تاني والإزاز ما اتكسرش، فبيضرب التانية وبتكسر الإزاز، وبيفتح هاريسون الباب بكل سهولة وبيجري بسرعة، بس صاحبه لسه في العربية بيرجع علشان يشوفه ما خرجش ليه، لقاه بينزف، وبيعرف إن الرصاصة الأولى اللي رجعت دخلت في بطنه. من غير ما يفكر بيسوق العربية بسرعة علشان يروح ينقذ صاحبه، وهم ماشيين ظابط كريتزر بيكلمهم على الراديو، وبنعرف إنه ما ماتش، وبيقولهم استنوا ما تبعدوش أنا هساعدكم، لكن هاريسون ما بيسمعش كلامه وبيفضل ماشي بسرعة علشان ينقذ صاحبه، وبيسوق بسرعة جنونية وكريتزر وراه بالعربية وبيخبطوا من ورا كذا مرة علشان يوقفوا، بس هاريسون بيحوت فجأة وبكده مش هيقدر يروح وراه تاني، وبيبص لصاحبه وبيقول له نجحنا نجحنا، لكن للأسف صاحبه بيكون تعب جدا ومش قادر يتكلم وبيقول له روحني بسرعة. هاريسون خاف عليه وساق بسرعة أكبر وشغل سرينة العربية علشان محدش يوقفه ووسعوا له الطريق، وبتتصل الشرطية على جهاز الراديو وهاريسون بيرد عليها علشان تنقذهم، لكن للأسف ما بيلحقهاش وبيفضل ماشي بسرعة لكن من غير أمل في الوصول، وصاحبه لسه بينزف ومش عارف هيقدر ينقذه ولا لأ. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.